ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني، ورجعت لكم تاني بروتين جديد. بس قبل ما نبدا الفيديو نصلي بينا على النبي على افضل الصلاه والسلام. رجعت لكم بقى ايه، كنت سايبه الشقه بقالي كام يوم كده بعد حاله الوفاه. ربنا يرحم عمتي يا رب، يا ريت الكل يدعي لها بالرحمه والمغفره. ويجعل مرضها في حسناتها يا رب، وينور قبرها كده يا رب. قلت بقى امسك بقى الشقه ايه، انضفها وايه، لاني ايه حاسه ان الحفاظات والسجاد كله تراب. هغسل المشات بتاعه الاوض واغسل الحفاظات خليكم معايا ما تروحوش في حته. شوفين انا هعمل ايه بالظبط. انا عارفه ان انتوا مليتوا من الروتينات، بس انا مش عندي. حتى لسه بتكلم انا واختي بقول لها انا مليت انا كمان من كتر الروتينات. قولي لي افكار اعملها. قالت لي والله بفكرك في افكار اعمليها. اما بعمل مثلا حاجه انا وجوزي وعيالي ما بتعجبكوش او ما بتتفرجوش عليها، ما بتجيبش نسبه مشاهده زي الروتينات كده. اللي عنده حاجة يقولها لي اعملها يقول. بس غير الروتين، يعني حاجة تكون جديدة غير الروتين، لان انتوا هتملوا. بس انا ما عنديش حاجة تاني اقدمها الا الروتين والاكل يعني، والطبخ والحاجات دي. يا ريت بقى اللي وصل لهنا كده يصلي بينا على النبي ويدعي لنا دعوة من قلبه كده. ربنا يسترها علينا كده كلنا يا رب. كده من ست سنين هنضفه. انا بصوا انا هشيل الحفاظات وهشيل كله، بس مش هفرشهم، هغسلهم واعمل روتين تاني. وانا هشيل بقى المفارش القطيفه اغيرها افرش غيرها، وهتخليكم معايا برضو واحده بواحده كده لحد اما ايه، اما هتشوفوا كل حاجه يعني. كده قلت انفض السرير وهفرش نفس المفرش، واما اجي بقى افرش اغسل الحاجه وافرشها هفرشها هغير المفارش يعني. كده هفرش المفرش القطيفه. نفضت السرير كويس كده وعدلت الفرشه اللي تحت واقوم فرشه بقى المفرش. انا بقيت افرش المفرش من غير ملايه يعني احسن، ان هو طويل كده كده وزيه زي الملايه، ملهاش لازمه يعني. الملايه ادام احنا في الشتاء ملهاش لازمه، مش شايفاه ملهاش لازمه، والمفرش بيبقى مظبوط وكويس يعني. بقى شجعوني وادوني لايكات كتير واشتراك في القناة وفعلوا لي الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. وشجعوني كده ان انا استمر في القناة. ساعات الواحد بيزهق بيبقى عايز يقفلها، مش عايزة اكمل فيها. بس يبقى كلامكم انتوا اللي بيخليني اكمل فيها يعني. وعملت بث مباشر بس ما فيش حد دخل كتير. انا هبقى اعلن على البث التاني عشان في ناس طالبه مني حاجات او اتكلم فيها يعني. هعمله ان شاء الله باذن الله. بس ايه، عايزه حماسكم بقى كده والكلمه الطيبه في حقي والناس اللي بتتكلم كلام وحش وحش ده ملهاش اتنها مش موجوده اصلا. كده كده انا بمسح التعليق ما بيعجبنيش انا بمسحه. ما عشان ما ازهقش نفسي واتعب اعصابي واتعب نفسي. اما الناس اللي بتقدر الروتين بتقدر التعب. هو انا عارفه ان كلنا بنروق. انا بعمل الروتين ان احنا نتكلم، ان احنا نحمس بعضينا، ان احنا مش علشان ان ما فيش حد، لا كلكم بتعرفوا تشتغلوا كلنا بس ده روتيننا بتاع يومنا اللي بنقوم بيه. بنصحى يعني اللي اول ما نصحى من النوم بنعمل ايه. كل واحده بتقوم تشوفها هتروق شقتها، هتجهز اكل النهارده. انا النهارده بقى مش هعمل اكل لان احنا جايين نفسنا كلنا مسدوده، مش قلنا ناكل اي حاجه من بره، مش هنعمل اكل يعني. هو بس ان هو ان يحمسنا ان احنا نشجع بعض، بنشجع بعضينا ان احنا نقوم نشوف ايه اللي ورانا في البيت. الست الكسلانه، الست اللي مش حابه لا احنا بس هو ده. هو الروتين عباره عن كده ان احنا بنشجع بعضينا. بصوا عندي الهوا شديد قوي النهارده، حتى بيفتح الشباك وهو مقفول. هو ده غرض من ان احنا نعمل روتين، ان احنا نشجع بعضينا. ان انا كسلانه النهارده، هتشوفي هتتحمسي هتقومي تشتغلي تعملي في بيتك تنظفي. وهو التنظيف ما بيخلص، التنظيف كل يوم عامه. الروتينات بتاع تنظيف البيت ده كل يوم. هاتيلي حد ما بتروقش الا بقى اللي ما عندهاش اطفال. ممكن هي اللي ما بتروقش كل يوم، لان التانية ما بتبهدلش، ما فيش دروس ما فيش حاجه. ربنا يرزق كل مشتاق يا رب، ربنا يرزق كل حد عايز اطفال ربنا يديله يا رب. بس هو ده الشقة كل يوم عايزة تتعمل. الناس الدروس طالعة دروس داخلة. آه
انا ما بستريحش الا هما 3 ايام من يوم الخميس والجمعه والسبت، هما اللي ما فيش دروس عندي. ما باقي الاسبوع شغاله درس واتنين، يعني انا ما بطلعش كده كده عيالي برا بيتي. كده قلت بقى اشيل الحفاظات، مش هنفضها، انا هغسلها على طول احسن، لان انا حاسه ان في ريحه تراب. ما انا بقالي كتير حتى كنت عايزه اشيل الستاير، بس نفضت الستاير كده ما لقيتش فيها تراب، يعني قلت لا. هنا كانت امل بقى قالت لي روحي انت اعملي حاجه تانية وانا هكنس. اما كانت متحمسه، انا حتى هي اللي غسلت لي السجاد، المشايات كلها بتاعت الاوض هي اللي عملتها، انا ما عملتش. ظهري وجعني، ولاني رحت عند مامتي في البلد بقى في حالة الوفاة، مسكت بيت ماما نضفته، بس ما صورتش برضو معاكو. نضفته لها وسبته لها، وقلت لها في يوم تاني بقى هاجي بقى ايه انضفه لك تنظيفة عميقة حلوة، عشان ابقى اصور لكم فيه، لان ما كانش وقت ان انا اصور. يعني انا كنت عايزه اخلص بسرعه عشان اروح لولاد عمتي تاني، يعني عشان اقعد معاهم شويه قبل ما امشي، لانه كنت همشي تاني يوم الموتى يعني على طول، عشان عيالي بنتي عايزه تيجي تحفظ الانجليزي. قالت لي لا ما تقعدنيش ده كله، كنت هتجي السبت، قالت لي لا انا عايزه امشي عشان الانجليزي. كنت خايفه من المستر يضربها يعني عشان حفظ الانجليزي. روقته لها بقى من على الوش كده، ومسحت لها السلم، وقلت لها اما اجيلك النوبه الجايه ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل اعمل لك اللي انت عايزاه. اغسلك السجاد بتاعك اللي تحت، وانزلك السجاده التقيله، وافرش لها بقى فرش الشتا. هي كده كده اسبوع وهتيجي علشان تجيب بقى علاجها يعني من هنا، وبعدين هبقى اروح معاها اعمل لها اللي هي عايزاه. كده بقى كنت دخلت اوضه الاطفال، برضو اوضه الاطفال مكركبه بالرغم ان ما كانش حد فيها، يعني احنا جينا يا دوبك بالليل ونمنا فيها بس انا كنت سايبه جوزي في الشقه يعني، بس جوزي ما كانش والله بينام على السرير، ما بيبهدلناش حاجه، بالعكس الحاجه اللي بيوسخها بيرتبها تاني، ازازه فضها بيملاها، طبق كلبي بيغسله الصراحه يعني، باجي الاقي الشقه زي ما سبتها. بصوا كده بنفض الستاير، مش مطلعه تراب ان انا اشيلها، لا قلت خلاص على رأس السنه باذن الله ابقى اشيلهم واغسلهم وافرش، وافرش غيرهم يعني على رأس السنه. احنا بنحب نيجي في رأس السنه اشيل سجادي كله اغسله ونفرش فرش نضيف، يعني تبقى الدنيا نظيفه على رأس السنه كده، نستقبل سنه جديده وسنه حلوه علينا يا رب، تكون سنه احلى من السنه دي ان شاء الله باذن الله. انفض بقى السراير برضو، هفرش نفس المفارش لحد ما، وهحصر برضو السجاد بتاع الاوضه دي والحافظه بتاعتها، وما ينشفوا بقى هعمل روتين تاني وانا بفرشهم معاكم ان شاء الله باذن الله. يا ريت بقى تدعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم كده، كل اللي بيحبنا ويحب روتيني يدعي لي دعوه حلوه، واللي ما بيحبنيش برضو يدعي لي، بس انا متهيألي ما فيش حد ما بيحبنيش، يعني انا الحمد لله ما بعملش حاجه وحشه في حد، ولا بكره حد، ربنا يصلح حالنا وحالهم كلهم يا رب، ولا بشيل من حد. احنا ميزتنا في بيتنا، احنا بيت والدتي، احنا ان احنا قلبنا ابيض، ما بنشيلش من حد، من بعبع من صوت عالي يعني، من قول اللي في قلبنا، بس بنطلع وننزل على ما فيش يعني، ما بنشيلش من حد، ما بنزعلش من حد. وحتى والدي الله يرحمه كان كده، كل حتى بيشكر فيه ويقول لك كان بابا الله يرحمه كان طيب، كان طيب قوي، كان الطيبة كلها فيه، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مشواه الجنة يا رب. كان جوزي بقى شايل الجو ما بيحرره بيشيل، عشان دي بيحطها فوق راسه عشان تسقعه يعني. بس كده كنت خلصت برضو الأوضة دي، هشيل الفرش بتاعها برضو هنركنه نغسله، وأمل برضو تكنسها وتمسحها، وأنا بقى أطلع الصالة، لأن الصالة اللي كانت مكركبة كركبت الدنيا كلها. بس الحمد لله عملنا ده، انا في حاجات كمان ما بصورهاش، يعني في حاجات ما برضاش اصورها، بعملها انا مع نفسي كده عشان اخلص بسرعة. الم الازايز، طبق اكل محطوط اشيله انا، لان احنا جايين بالليل احنا واكلين عند والدتي، بس كنت جاي اكل لجوزي عملت له كل، وبشيل بقى مطرح مكان. وامبارح كنا جايين هلكانين، جينا ما صدقنا ان برضه ما خدناش كفايتنا في النوم هناك، وصاحيه بدري عشان اخلص لوالدتي بدري واروح اقعد شويه في العزا. ما الواحد جاي هلك امبارح، الواحد نام الصراحه، بان هلكنا اليومين دول الصراحه. الحاجه اللي انا بندم عليها ان انا خدت عيالي، كنت سبتهم مع والدهم ورحت انا العزا، ورجعت موقتي في نفس اليوم. بس يلا بقى مش مهم، اهو غيروا جو يوم وخلاص.
وانا كنت بفكر يعني العبد في التفكير والرب في التدبير. يعني الروتين ده انا كنت ناويه اصوره يوم الخميس اصلا. قلت اقوم اشيل الحافظات واشيل الحاجه واغسلها، ويوم السبت اصور روتين بقى وانا بفرشهم معاكي. بس ربنا طبعا غير تفكير اللي انا بفكر فيه خالص. ربنا ما ارادش فيه فعلا، يعني الواحد ما يسيب اليوم بيوم ويمشي. صحيت على اخت اتصلت بيا الصبح بدري وقالت لي قومي عمتك ماتت، يلا عشان هنسافر. يعني الواحد بعد كده ما هسيبها على تسير ربنا، مش هفكر في حاجة تاني، لان ربنا فعلا هو اللي بيدبرها. كل واحد يسيبها على ربنا. ربنا فعلا هو اللي ما بيعملش حاجة وحشة. ما بي حتى بصوا انا كنت لميت الحفظات دي كنت نشراها ولميتها قبل ما امشي اهو. قلت ركنتها، رميتها وركنتها. قلت لميتها عشان ما تطيرش، لان جوزي ممكن ما ياخدش باله ان في حاجه منشوره. ورميتهم على البتاع عشان الحق البس وامشي، يعني الحق عمتي قبل ما يدفنوها. يعني كنت نفسي الحق دفنه ولحقتها الحمد لله. هما كده كده دفنوهاش على العصر. كنت انا وصلنا، يعني وصلنا بمراحل. انا وصلت، اختي قالت لي الخبر 9:30، انا قبل الظهر كنت في البلد. يعني الحمد لله ربنا كان مسهلها لي ومسهلها في المواصلات الحمد لله يعني. بس الواحد بقى ما يفكرش، ما نفكرش كتير، سيبيها على ربنا. ربنا اللي هيدبرها من عنده. في كل حاجة بقى، في كل حاجة، سواء في الرزق، في أي حاجة، في عالم عيل، في أي حاجة. ما تفكريش، سيبيها على ربنا. فعلا هو ربنا اللي بيدبر، وربنا اللي بيعمل. أنا عمالة بقالي كام يوم أقول، حتى أتكلم مع جرولان النهاردة هعمل كذا وكذا وكذا. ربنا غير لي التدبير اللي أنا كنت مدبراه. ربنا لا، فعلا العبد في التفكير ورب في التدبير. ربنا هو اللي بيدبرها وبيمشيها الحمد لله. ما نفكرش كتير بقى، نحمد ربنا على اي حاجه، على الوحش او الحلو، على قله الرزق. ربنا برضه هو اللي بيرزق. ربنا هو اللي ما فيش حد هينام من غير عشاء. ربنا هو اللي عالم بكل حال واحد. ربنا بيدي لكل واحد على قد لحافه. يعني ربنا بيدي الغطا على قد على قدنا. هو في مثل بيتقال بس انا مش فاكراه. يعني اما نحمد ربنا على كل حاجه، على الوحش وعلى الحلو. مش ما نزعلش. ما نزعلش ان ربنا مقصر في حاجه مثلا، لا ده في ما فيش رزق النهارده، لا ما نزعلش. ده هو ربنا اللي عالم بكل حاجه، وربنا عالم بظروف كل واحد. نحمد ربنا، نحمد ربنا. بس اهم حاجه نحمد ربنا، وما نبصش لحد، ولا نبص لعيشه لحد، ولا نبص انا احسن مني او دي احسن مني. لا، اكيد ربنا ليه حكمه في كل حاجه. كده بقى كنت دخلت على الصاله، لميت شويه الهدوم اللي انا كنت لميتها. وبصوا الهوا جميل عندي. لميتها. هشيل برضو تلبيسة المفارش ديت، بتاعت الكراسي، اغسلها برضو عشان بقالها كتير مفروشة. عمالة الم الكوبايات والم. انا تعبت دخت النهارده، ولا الواحد ده شغل البيت تعبه. انا بقالي كام يوم برضو عندي والدتي اول مره احس بتعب. انا ما بتعبش من شغل البيت. يعني انا شغاليني في البيت ما بتعبش منه، ولا بتعب في اي حاجه في البيت، ولا تعب من اي حاجه. بس اليومين دول مش عارفه الواحد تعب ليه واعصابه تعبانه اصلا، والواحد زهقان ومخنوق كده. ربنا يفك ضيقتنا. ومش عارفه تحس ان الجو فيه حاجه فيها نكد، مش عارفه. الدنيا كلها هم وغم، والناس انا حاسه ان الناس كلها مش مبسوطه اصلا. ربنا يبسطهم يا رب، ويفك ضيق كل واحد، ويفض ضيقتنا كلنا يا رب. يا رب. سترة ورقم. بس كده الصالون بقى هو نضيف. كانت امل بتقولي تعالي يا ماما نشيل الفرش، قلت لها لا ده نضيف، سيبيه بقى على رأس السنة. ده احنا لسه غاسلينه، يعني ما بقالوش كتير وفرشاه. قلت لها لا اصبري، وطي السفرة عشان لو فيها حاجة تراباية ولا حاجة امسحها. وهشيل بقى السجاد برضو بقى، هعمله كده بمية وربصه، ومش هفرشه بقى إلا لما الحاجات التانية تنشف، عشان اقوم بقى عاملة روتين حلو. وافرش بقى الحفاظات النضيفة غير ديت هفرشها على السيراميك كده. وهفرش حفاظات تانية ان شاء الله بإذن الله. في الروتين التاني هشيل دول اغسلهم وافرش غيرهم بقى.
عشان الواحد حاسس ان هم ريحتهم تراب. طبعا المدرسين داخلين طالعين والطلبة، والواحد هيتكسف يقول لحد يقلع الشوز بتاعي، لا سايباهم براحتهم وبراحتهم ادام الواحد فيه صحة يعمل، يعني ما فيهاش حاجة اما نعمل. بص كده بنفض اهو، ما لقيتش فيه تراب ان انا اشيله، يعني هو نضيف والله، عشان مقفلين الشتا جه بقى واحنا مقفلين، وما فيهوش تراب يعني الحمد لله. كده هشيل الكراسي وهنفضها هي كمان. هي كده كده برضو ما فيهاش تراب، يعني فيها كانت عليها التلبيسة بس. اهي اروى راحة جاية مخلية اللي جابوني مش عارفة في ايه في اروى دي، احبسهم دول ولا ايه. وهشيل برضو فرش الكنبة ديت، اغسله برضو، كله هشيله واغسله وافرشه من الاول وجديد على نظافه، وعشان ريحته حلوه. اما السكتيت لي الصراحه انا ما صورناش برضو، الحيطان كلها عملتها لي بحته مبلوله من التراب، مسحتها لي كلها، ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحه يا رب ويخليها لي. امل بعفريته ساعات تعمل وساعات ما تعملش، يعني ربنا يسترها عليها يا رب واشوفها حاجه حلوه ويهديها عليا، لان ساعات في البلد ما رضيش تعمل معايا، قلت لها قومي كنوسي السلم وامسحي لستك، ما رضيش. انا لا، مش ملياش مزاج اعمل. هنا بقى كنت هشيل الحفاظات، مسحت عملتهم كنستهم بالمكنسه، ما صورتش بقى معاكم اللقطه دي، وقلت اشيلهم اهويهم وهفرشهم من غير السجاد، يعني انا كنسته بالمكنسه بصوا، عشان هشيله هفرشه وهشيله اغسله بقى على طول، مش هفرشه تاني، يعني هفرشه لحد اما الحفظات يوسف، هو كمان انا اعرف هو يوسف بيعمل ايه. هشيل الحفظات، هفرشها من غير السجاد عقبال ما اغسل الحاجات التانية. اتفرجوا بيتخانقوا سوا وامل ما كانش يعرف ان الكاميرا مفتوحة، بقول له الكاميرا مفتوحة. كده هو كنت بعمل بقى السجاد بحبة مية بربصه، بيشيل الشعر لو في شعراية في السجادة، فتلاية الصراحة دي حلوة بتخلي، وبتشيل الترباية الناعمة برضو. عملتهم بالمكنسة وقلت بقى انا هعملهم كده بالمية يعني، وحبة ربصه يخلي ريحتهم حلوة، عشان لو ريحتهم تراب ولا حاجة، وبينضفهم الصراحة بتخليهم، ولو فيها بقعة ولا حاجة بتخليها نظيفة زي الفل. ممكن تعملي سجادة على الناشف، يعني لو عشان الجو شتا والحاجة ما بتنشأ، وتقومي مهوياهم بقى، الجو مش هينشف طبعا لان مفيش شمس في الشتاء. تعملي كده بعد تكنسوه بالمكنسه، وتقومي عامله بحبه اريال في الطبق بربصه، وتقومي عامله بالفرشه البلاط، وتقومي عاملاها هتلاقي الشعر بيشيل. الترابيه الصراحه بتخليهم زي الفل، انا خليتهم زي الفل الصراحه. كده كانت احنا خلصنا بقى، وامل كده هتمسح هي وانا كنت بعمل المطبخ، لان المطبخ كان فيه مواعين، كوبايات قد كده وازايز ميه. طبعا احنا جينا شربنا ميه كتير وما مليتهمش قبل ما انام. قمت بقى قلت اما اقوم بقى ايه الشمل كده واعمل بقى المطبخ كمان، ما رضيتش اصوره عشان ما اطولش الفيديو عليكم وما اطولش الروتين. بس يلا قولوا لي بقى كلمه حلوه كده في حقي، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده. كل اللي بيتفرج على الفيديو يدعي لنا دعوة حلوة من قلبي، ويا ريت تتفرجوا على الفيديو في الآخر عشان أكمل بقى عدد الساعات والقناة تتفعل. أنا ده كله القناة أصلا ما اتفعلتش، عملت الاشتراكات، تميت المشتركين، بس لسه الساعات لسه فاضل لي 500 ساعة. يا ريت اللي يتفرج على الفيديو كله، يعني لحد ما ايه عشان اكمل بقى ايه. يلا همكم معايا، انا هوصل بيكم، انتوا اللي هتوصلوني لعدد الساعات، وانا عارفه ان انتوا قدها وقدود. كده كنت انا خلصت امل خلصت هي المسيح ده، غسيل هيتنشر وفي غسيل على الحبل. ما هو اللي جايين بقى جايين وجايبين هدوم معانا، وكنت انا سايبه هدوم برضو في الغساله. طبعا ما غسلتهاش عشان رحت برضو زي ما قلت لكم انا بفكر وربنا بيتدبرها. فرشت بقى هفرشها من غير السجاده اهو، هفرشهم على الارض كده لحد ما التانيين اللي انا هغسلهم ينشفوا، واقوم شايله دول اغسلهم وافرش غيرهم بقى. كده كنت خلصت خلاص، فرشتهم خلاص كده وخلصت. انزل بقى المخدات بقى وانزل الكراسي
وده كده كان الروتين بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم واكون خفيفة عليكم، واللي عنده افكار يا ريت ما يبخلش نفسه عليها ويقولها لي، واشوفكم على فيديو جديد ويوم جديد، ومع السلامة.